السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جبت بقى ايه كيلو ونص فسيخ. انتوا عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعشاني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الربيع، واخواننا المسيحيين بعيدهم كل سنة وهم طيبين. انا طبعا كنت عايزة اجيب فسيخ من بره، فلقيت الكيلو ب 400 جنيه، فانا رحت جايبة كيلو ونص بصراحة، بس لقيته صغير. جبت كيلو ونص وخللتهم. طبعا انتوا عندكم الطريقة، انا عاملاها في رمضان، بس بوريكم يعني ان انا ما اشتريتش حاجه من بره. وخمس ايام بالظبط بالظبط، 5 ايام خللته. 5 ايام هنا بقى وضبته بقى قطعته و... وده فسيخ عليه كده فلفل بتاع رمضان، ودي رنجة، وده الفسيخ الجديد دوت، وسردين كنت مخللاه، وخيار وكابوتشو وبصل ووليمة حلوة جميلة. بدل ما نجيب حاجة من بره عملنا في البيت غدانا، ما اشتريناش حاجه من بره خالص. قلت بقى ايه اعمل حاجه ايه للعشاء، لان هما بيجوعوا بعد ما بياكلوا الفسيخ والرنجه والحاجات دي، بيجوعوا. جبت كيلو دقيق، كيلو ونص دقيق، ورحت عجنتهم، حطيت لهم معلقتين سكر ومعلقه خل صغننه، وحطيت لهم معلقتين سمنه، كل دوت في العجين. وقطعت طبعا ايه، كنت انا مقطعاهم كبار، 3 كبار، فقلت لا خليهم ايه 3 فطاير كده ايه محملين حلوين. عملتهم كل 3 في بعض، كل 3 فطاير في بعض، فطلعوا بقى جمال ونفعوا في العشاء جدا جدا. وبرضه لاقيه الناس عماله شاريه فطير ومشة. طب واحنا ليه نشتري يا جماعه؟ ده كيلو ونص دي عملوا لنا ما شاء الله 3 فطاير كبار، وما خلوهمش دسمين يعني، خليتهم برضو سمنتهم حلوه. وبفرض اتقطعت ما اتقطعتش، انت بتحطي ال3 ببعض وخلاص، يعني ما بتبانش، بتبقى جميله. وانتوا عاملين ايه؟ وحشني، وان شاء الله تكونوا بخير، وجعلوا كده ان شاء الله عيد ربيع جميل علينا كلنا، وجعلها كلها ايام عليكم سعيده وعلينا. و... وانا يا جماعه برجح ان محدش نجيب حاجه من بره. انا قلت هو مش هيلحق يستوي في 5 ايام، لا استوى في ال5 ايام وبقى زي الزبده. بس هو يا خساره كان صغير ما كانش كبير، لو كان كبير بقى كان يبقى تحفه. هنا بصوا بقى استوى، بصور الفطير. بص الفطيره قبه ازاي، كل ما الفطيره تكون قبه كده بتستوي تحس ان هي مورقه من جوه، ما تبقاش بقى ايه مكتومه ولا حاجه. وبقلبه قدامكم اهو، الصينيه سخنه وبفرد فيها برضو وهي سخنه اهو. شوفي كل ما تضغطي على الفطيره بتلاقيها قبت طلعت لفوق. بص الشكل هنا جميل ازاي. الناحيه جيت اما باخد اللقطه بتاعت الاخيره، حفيدي ما صوراش حلو خالص، غامقه الصوره وحشه جدا، بس اهو اضطريت بقى معلش. اهو الفطير بقى انا ايه اهو بعمله قدامكم، وشكله جميل. وحاجه البيت يا جماعه، انا مرضيتش احطه في الفرن برضو، عشان الفرن يعني بيخليه ناشف شويه، انا بحبها تبقى طريه اهي. بصوا اللون بتاعه جميل ازاي، وبشيله بحطه على طول يعني، بس طول ما انا واقفه ايدي فيها بقعد اقلب شمال ويمين كده، عشان ايه ما تلسعش وتنشف من ناحيه ولا حاجه، تبقى كلها ايه سوا واحد. بصوا هنا اللون عامل ازاي، وفي الاخر هتبصوا تلاقوا التصوير عامل ازاي. ويا رب الفيديو يعجبكم ونقول اعجابكم. اما الواحد يحب يعمل حاجه هيعملها يعني. بقول لكم قبل شم النسيم ب5 ايام انا عملته كله، بقى يقول لي مش هيلحق مش هيلحق، وطلع زي الزبده. عملته لهم، والوليمه دي جميله اهي. كلنا اتلمينا وكلنا اهو. وادي الفطير اهو بعمله قدامكم في ثواني، برضو الفطير ما كملش نص ساعه عمايله بسواب كله اهو. بصوا بقى هنا التصوير جميل ازاي، واللون عشان النور هنا عامل قوي. يلا الحمد لله. بس انا بوريكم يعني اللون هنا جميل، واللقطه الاخيره هي اللي ما عجبتنيش الصراحه. طبعا جبنا عسل اسمر، وعندنا طحينه وجبنه بيضه وجبنه قديمه، بس هما ما رضيوش ولا جبنه قديمه ولا جبنه بيضه ولا عسل نحل، ما رضيوش خالص بالحاجات دي. ف بالليل بقى كده لقيتهم جعانين، احنا جعانين ما شفتش بالليل بعد العشاء،
احنا جعانين. راحوا جايبين بقى الفطير وقعدوا بقى ايه ادوها لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو قادم. وبصوا هنا اللون مش عاجبني خالص، ومع السلامه.